تجيبوها دي. شيخ الازهر الفاضل المفضال ده كان فيه جايزه، يعني اخر حاجه احكيها لك، لانه طبعا الناس يقول لك ايه، ما الشيخ عبد الحليم كان صوفي. الشيخ عبد الحليم كان راجل محترم عالم علامه، لكن شوف الشيخ احمد الطيب عمل ايه. كان في جايزه هتمنح او يعني في مرحلها النهائيه لمفكر مصري كويس، جايزه دبي دي اللي في دبي بتاع الثقافه العربيه. فاللي بيمثل مصر في الجايزه دي طلب الوزير لانه صديقي اللي هتمنح ليه الجايزه، قال له بارك لفلان الجايزه دي. قال له بارك له ايه؟ لا لا يا راجل انت استنى خليهم يستنوا انا جاي. ركب الطياره وراح. هو بقى طبعا الوزير من المتورطين في الانقلاب مبكرا، فقال له لا 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 احنا عايزين نسيس الشيخ الازهر بقى انه ياخد الحكايه دي. فالناس خلاص مصر مرشحاه، والتاني الراجل التاني ملوش حد يدافع عنه، فقالوا طيب نديها للشيخ الازهر. هو الشيخ الازهر ماله مال الثقافه. ومين بقى المفكر ده؟ مش مهم طبعا لانه ده قصه سريه، لكن المهم في القصه دي الجائزه دي مثلا ربع مش مليون. قريبك يعني ولا حاجه؟ لا 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 خالص. ربع مليون ولا نص مليون. تخيل فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر خد عربون الانقلاب كام تتخيل؟ كام؟ 30 مليون درهم على حس الجائزه، هو عربون الانقلاب. 30 مليون درهم هو نصيب صاحب الفضيله الشيخ احمد الطيب، وانا بقول بالاسم هو من حصه الانقلاب. فبرضه الراجل ده بناء على معلومات يعني ولا بناء على ده مبالغ ولا ده تحليل توقع يعني؟ مش تحليل ولا توقع، ما الجائزه اتوزعت في حفله كبيره. في حفله كبيره، فعلى حس الجائزه خد ايه؟ 30 مليون درهم، يعني 60 مليون جنيه. كل واحد بياخد نصيبه من الانقلاب، فالانقلاب هو عباره عن تورته فلوس، هيعملوا بها ايه؟ ربنا هو اللي